يلي فصلتني من عملي وقطعتني من شغلي، وكنت ناوي برضك تقطع رزقتي. لو الأرزاق بيدك نويت تقطعها، يشهد الله، وبدون أي مبالاة وبدون أي مبرر وبدون أي مشاعر أو شعور أو أحاسيس أن الرجل هذا مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعنده أطفال وعنده عائلة يشقى عليهم. ما في مبالاة ولا فيها أي أحاسيس للكلام هذا. أنا جيت الحرم، من عند الحرم أنا كنت ناوي والله يوم أجي هنا يعني أدعي عليك بالعربي، بس يوم جيت هنا قمت دعيت لك إن الله يصلح حالك، أسأل الله أن يهديك وأن يردك إليه ردا جميلا. أنا ما قد تعودت والله أدعي على أي مسلم، فما بالك من ساحة الحرم أجي أدعي عليك؟ ترى أنا مظلوم، الله العالم أنا مظلوم. كنت تدق علي تليفون في اليوم ولا 5 ولا 6 7 مرات تقول لي تعال ابغاك تتوظف معايا، تعال متى بتجيني يا اخر شيء تقول لي انا ما اشحدك انك تيجي تتوظف معايا. وادخلنا بيننا ناس، الناس هذه هم اللي وقفوا في النهايه لما انت قلت لي في امان الله، هم الناس اللي وقفوا يوم لاني ادخلتهم وكانوا شاهدين على الكلام هذا، واتفقتوا انت وياهم انك بتوظفني وقالوا لك انتبه الرجال ابو بزوره، والرجال في شغله، اذا كان انك ما بتقدر يعني توفر له الشغل اللي ما يمشي اموره ويمشي عياله خليه في عمله. قلت لا، عندي يا ابن الحلال وبيض الله وجهكم، ما قصرت انت، عندي الرجال انا بوظفه. جيت توظفت، ليتك تجملت، ليتك راعيت ان ورايا مصاريف ورايا امور ورايا مشاكل اطرد وراها. لكن انت الله بك وصي. والناس اللي وقفت امثال الشيخ سعد المغني، اسال الله العلي القدير من هذا المكان الفضيل، اسال الله العلي القدير ان لا يجعل لكم حاجه من حوائج الدنيا الا ويقضيها لكم. اسال الله ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان يقضي حوائجكم يا رب، وان يرحم والدينا ووالديكم، اللهم امين يا رب. كل من وقف وقفة صادقة، وقفة أخوة، وقفة حب، وقفة تقدير، وقفة إخلاص، لأن بشر وأخوان. نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن المسلم للمسلم كالبنيان إذا